انت فاكر لما تدي لابنك التابلت خلاص كده هو قاعد بيلون بيلعب، انت ريحت دماغك؟ بس في الحقيقه ممكن تكون الكاميرا شغاله وبتصور كل اللي في البيت، وبتصور ابنك وبتصور بنتك وبتصوركم كلكم وانت مش واخد بالك، وتصوير ايه؟ لايف. طب ازاي ده بيحصل؟ في تطبيقات بتنزل عادي من على من على جوجل بلاي، وهي تطبيقات امنه عادي، بتنزل بتنزلها، ابنك بيلعب بينبسط بيلون. بس في بعض التطبيقات دي بيبقى فيه لينكات، اللينك ده ابنك بيلعب مره واحده يظهر له لينك يبدا يدخله على لعبه ثانيه، بما ان الانترنت شغال فيبدا يحوله على لعبه ثانيه خالص. اللعبه يحصل لها انستول او تنزيل على موبايل ابنك او تابلت ابنك، ومن هنا تبدا المصيبه. صلاحيات الكاميرا بتتفتح، المايك بيتفتح، يبدا يشغل في الخلفيه الكاميرا، وتبدا انت وبيتك كله يبقى صوت وصوره طالع للناس كلها. طب انا عندي في ناس دايما تيجي تقول لك الكلام ده مش حقيقي، تعال اديك شويه امثله وارجوك روح دور ورايا. في 2023 ظهر تقرير من شركه اسمها ESET ان في تطبيقات العاب للاطفال كانت بتسجل فيديوهات من الكاميرا وبتبعتها للسيرفرات لدول تانية، وبيتم استخدام هذه الفيديوهات على الدارك ويب. تلقى مره واحده ان بيتك كله شغال وبتتباع الفيديوهات دي بعد كده. تمام. طب هل في تطبيقات بتحصل كده؟ في امثله لتطبيقات نوع، في تطبيق اسمه اي ريكورد، وفي تطبيق تاني اسمه سكرين ريكوردر، وفي تاني اسمه بيبي كام. ده طبعا في العاب كتير، يعني انا مش هحصر لك كل حاجه، بس في حاجات كتير جدا اتكشف انهم كانوا بيشتغلوا في الخلفيه وبيسجلوا فيديوهات صوت وصوره. بعض الفيديوهات دي بتتسحب بتتحط على مواقع زي ما قلت لك الدارك ويب، وفي فئه مخصصه اصلا على الدارك ويب اسمها ريل رياليتي كيدز، يعني هو ناس هوايتها تتفرج على الاطفال، وفي ناس كمان هوايتها انها تتفرج على البيوت. يعني في كاميرات كده تخش تلاقيها فاتحه على البيت، ولو بتدخل على بعض الفيديوهات هيجي لك فيديوهات لناس، في فيديوهات من البيوت بتبان وانت بتسال نفسك الفيديوهات اتصورت ازاي. ممكن تكون كاميرا الموبايل بتاع ابنك او التابلت بتاع ابنك شغاله من غير ما انت تعرف، وبتتباع للاسف الحاجات. طب انت كأب او ام تعملي ايه في الحاله؟ التابلت او الموبايل لازم تمسكه دلوقتي وتراجع كل التطبيقات اللي بيستخدمها. اي تطبيق عنده صلاحيات على الكاميرا والمايك ومع انترنت ارجوك امسحه فورا. اتاكد ان البرنامج ده مش مشبوه وامسحه فورا. تمام. في كاميرات، في كمان حركه، هقول لك على الحركه ذهبيه ممكن تعملها، ان انت في كفر بيركب ممكن تركبه على الكاميرا عشان يقفل لك الكاميرا لو انت خايف. اقفل الكاميرا، لان في مصايب بتحصل، تجيب لزقه كده وتيجي حاططها، او ممكن تجيب لزقه وتيجي لازق الكاميرا وتلغي الكاميرا خالص. مش عارف تعمل كده، استخدم حاجه اسمها المراقبه الابويه. دي موجوده على الاندرويد اسمها جوجل فاميلي لينك، ممكن تنزلها، وموجوده برضو على الاي او اس الايفون حاجه اسمها سكرين تايم بلس كونتنت ريستريكت، ان انت بتعمل تايم لابنك وبتبدا تمسك وتراقب كل اللي نازل على الالعاب بتاع ابنك، وابنك لما يجي ينزل لعبه هيبعت لك انت توافق على اللعبه. استخدم كمان تطبيقات بتراقب استخدام الكاميرا، حاجه اسمها اكس دوتس، دي في على الاندرويد هتلاقي بيظهر لك نقطه على الشاشه او الكاميرا او المايك لو اشتغلوا فجاه، وعلى الايفون برضو هيظهر لك نفس الطريقه، هيبقى في مؤشر اخضر او برتقالي هتلاقيه في اعلى الشاشه عشان ينبهك ان في حاجه اشتغلت. النصيحه اللي عايز اقولها لك، ابعد التابلت عن غرفه النوم، ابعد التابلت عن غرفه النوم، لان في ناس كتير اعرفها بما اني شغال في التكنولوجيا قابلت حالات كتير التابلت كان محطوط في اوضه النوم وللاسف شغال صوت وصوره، وزي ما قلت لك الفيديوهات دي بتتباع في اماكن تانيه خالص. اقفل الكاميرا بالكامل وقت المذاكره او وقت اللعب، او نزل تطبيق عشان يحمي كل التطبيقات، عشان يقفل لك كل التطبيقات بتاع جوجل اللي قلت لك عليها، بتاع ان انت تعمل اكسس او تعمل ريستريكتد على الجوجل، بحيث ان انت تبقى متاكد ان مفيش اي ابلكيشن هينزل على موبايل ابنك الا لما ينزل لك يبعت لك ابروفال وانت تعمل له ابروف. انا يا جماعه هقول تاني، انا مش ببالغ، في اطفال صورهم بتتسحب من على الموبايلات بتاعتهم، من على التابلت بتاعتهم، من على اللابتوب بتاعتهم، في بيوت حاليا شغاله لايف، والاب والام بحسن نيه للاسف ما بيكونش عارفين، وبعد كده بتحصل المصيبه. ارجوكوا راجعوا كل الابلكيشنز وتاكد ان انت حامي ابنك